كانوا غيموتوا كاع الناس اللي كانوا في هاد السفينه كون ما خرجاتش لواحد من الشواطئ المغربيه. تيتانيك عندنا في المغرب، غير التيتانيك ديالنا حفظ الله وخرجات من البحر، والتيتانيك ديال بصح غرقات في الماء، وهاد الباطو خرج في البحر ديال المحمديه. ولكن عاود لينا امين القصه ديالو. بحال كاع السفينات هاد السفينه كانت جايه في البحر شاده الطريق ديالها من اوروبا الى دوله السنغال، وكان من المقرر انها توقف في ميناء الدار البيضاء. وهذا الشيء ما غاديش يكمل بسبب المحرك ديال السفينه اللي خسر، بالاضافه الى العاصفه القويه اللي كانت والامواج العاليه، باش في الاخر لحى البحر لمدينه المحمديه. امين والناس اللي كانوا في الباطو شنو طرا ليهم؟ اثناء الرحله كانوا ناس من جنسيات افريقيه، وحدين منهم نقداتهم السلطات البحريه وباقي الافراد نقداتهم الوقايه المدنيه، باش ما يخليو حتى شي واحد وسط البحر. حتى اللي كانوا مشاو للسبيطار غادروا من بعد ما ولات الحاله ديالهم مزيانه، وبقوه الباطو ما كان خارج بالجهد. فرقع هاد القادوس. هاد الثقبه من المخلفات ديال الحادث، وهذا هو الحديد باش كيتثبتوا السفينه يمكن تطلق ملي كان في البحر وبقى غاب. في الاخر عندي لكم سؤال، واش هاد السفينه تقدر تولي من المآثر التاريخيه؟ تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع كاع صحابكم باش نزيد نوريكم بلايص جداد.